بودكاست سر الأم العظيمة. في زاوية هادئة من غرفتها جلست ليلى أمام ميكروفون يلمع تحت ضوء المصباح الدافئ. وضعت سماعاتها وأخذت نفسا عميقا. اليوم ستبوح بالعالم عما وجدته في صندوق قديم في أولى حلقات بودكاست سر الأم العظيمة. بدأ الأمر كله عندما عثرت ليلى على صندوق من خشب الأرز مخبأ في علية المنزل. كان الصندوق ينبعث منه عطر الياسمين والورق القديم، وفي داخله مذكرات كتبتها والدتها ثريا بخط يدها الرقيق. كانت ثريا امرأة ذات قوة صامتة، تتذكرها ليلى وهي تعتني بحديقتها الصغيرة، حيث كان يبدو أن الزهور تتفتح لمجرد سماع همسها، وكأن بينها وبين الأرض لغة سرية لا يفهمها أحد غيرها. عندما قلبت ليلى صفحات المذكرات لم تجد قوائم للمشتريات أو ملاحظات عن الأعمال المنزلية، بل وجدت كلمات عن ألوان الريح وإيقاع المطر على النافذة، وكيف يمكن لضوء القمر أن يداوي الروح المتعبة. اكتشفت ليلى أن سر ثريا العظيم لم يكن تعويذة سحرية، بل كان في التفاصيل الصغيرة. كانت تضع رشة من الصبر في عجينة الخبز، وتضيف ملعقة من التسامح إلى إبريق الشاي قبل تقديمه. تتذكر ليلى طفولتها حين سألت أمها ذات مرة: يا أمي، لماذا تبتسمين دائما حتى وأنت متعبة؟ حينها لم تجب ثريا بكلمات، بل وضعت يد ليلى الصغيرة فوق قلبها وغمزت لها بحب. السر يا أصدقائي، قالت ليلى وهي تتحدث عبر الميكروفون، هو أن الأم العظيمة تبني عالما يشعر فيه أطفالها بأنهم لا يقهرون، حتى في تلك اللحظات التي تشعر هي فيها بأنها هشة كالسحاب. بدأت موجات الصوت تصل إلى الآلاف في شاشتها. رأت ليلى رسائل تنبض بالقلوب من مستمعين شعروا فجأة بوجود أمهاتهم بجانبهم، وكأن كلمات ليلى أعادت إحياء تلك الأسرار المنسية في بيوتهم. نظرت ليلى إلى صورة قديمة لثريا موضوعة على مكتبها. أدركت أن بمشاركتها هذا البودكاست فإن ضوء أمها لم يعد محصورا في حديقة المنزل، بل صار يضيء دروبا بعيدة في قلوب الغرباء. أغلقت ليلى جهاز التسجيل. ساد الهدوء في الغرفة، لكنه كان هدوءا مليئا بالحياة. لقد خرج السر إلى العلن، وكان أجمل مما تخيلت، فالأمومة ليست واجبات، بل هي فن صناعة الحب من شيء.